يومنا هذا إلى يوم الحشر والجزاء. أيها الحفل الكريم، سادة العلماء، أحييكم بتحية السلام والوئام، تحية حي الله بها أصفياءه وأولياءه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، إن مما لا شك فيه أن أمتنا تمر بمرحلة حساسة وأوقات عصيبة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصف والأهداف لأداء الأمانة وتقديم خدمة لمجتمعاتنا. وكما هو معروف لدى القاص والداني أن العلماء في التاريخ الإسلامي لهم التأثير المباشر على الفرد والمجتمع، وشاركوا بقوة في توجيه المجتمع إلى بر الأمان. فبعد تعرض المجتمع الإسلامي إلى الغزو الفكري والحسي من قبل القوى الإمبريالية العالمية، لم يكتفي العلماء مكتوفي الأيدي، بل واجهوا هذا المد المادي الليبرالي العلماني الإلحادي الصليبي الصهيوني الغاشم بكل ما هو متاح لهم من الوسائل، وأدوا الأمانة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم سلموا راية الجهاد والكفاح إلى أحفادهم حتى وصل الأمر إلى يومنا هذا. فيجب علينا أن نحس بالمسؤولية وثقل الأمانة وخطورة الموقف، ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وبناء على ذلك واستجابة للإخوة المنظمين لهذا الجمع المبارك، قمت بكتابة وريقات حول الموقف السيادي للعلماء المسلمين اتجاه القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية، وقسمتها إلى 3 محاور: المحور الأول العلماء والإصلاح، المحور الثاني موقف العلماء اتجاه القضايا السياسية، والمحور الثالث موقف العلماء اتجاه القضايا الاجتماعية. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم. هذا إن أصبت في أي فقرة من هذا البحث المتواضع فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. المحور الأول العلماء والإصلاح. أيها السادة الحضور، إن العلماء قادة المجتمع وأدلته، يستطيعون بفكرهم الواسع النير أن يقودوا الناس إلى بر الأمان، وأي مجتمع يقوده العلماء لا شك بأن مستقبله يكون مشرقا. وفي حال غيابهم يواجه المجتمع كوارث مؤكدة ومصائب جمة، كما يقول ابن الخلدون: لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط العروش ونهاية الدول. فالإنسان بطبعه يحتاج إلى إصلاح مستمر، لأنه في تقلب من حال إلى حال. لذا أرسله الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل لتقريب المسافات. ومن أولويات مهنة الأنبياء عليهم السلام الإصلاح في عقيدة الناس وتوجيههم إلى معرفة خالقهم ومعبودهم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم وكذلك الإصلاح في علاقاتهم الاجتماعية لبناء مجتمع سليم يسود فيه الأمن والأمان والعدل والمساواة والتنمية المستمرة. وشعار الأنبياء خلال مسيرتهم الدعوية: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم استمر في رفع هذا الشعار بعد الأنبياء العلماء، لأنهم الوارثون الحقيقيون كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة. وأول خطوة الإصلاح من المنظور الإسلامي هي العمل لمعرفة الله سبحانه وتعالى، لأنها أساس لبناء رؤية الإنسان للحياة وللكون. وحينما يكون البناء سليما سيكون ما يترتب عليه سليما أيضا، وبذلك يستطيع الإنسان معرفة ذاته وموقعه في الحياة. وبناء على عقيدته يبني الإنسان مجتمعه. كلما كان العقيدة سليمة كلما كانت السعادة حاضرة والرؤية واضحة والظلم وما يترتب عليه غائبة. فوجود الصراع بين الحق والباطل في الحياة كافية لاحتياج المجتمع إلى المصلحين على الاستمرار ليميز الناس بين الحق والباطل. فقول الله سبحانه وتعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دليل واضح على دور العلماء لتوجيه الناس ودعوتهم إلى العيش وفق المقاصد الشريعة العامة، وإحالة الناس حال الفتنة والفوضى من الله سبحانه وتعالى إلى العلماء دليل آخر على مكانة العلماء ودورهم البناء. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كلما كانت القيادة عالمة كان الوصول إلى بر الأمان متأكدة والاستقرار متحققا، وحال غيابهم عن القيادة ستكون المصائب والفوضى وضبابية المستقبل وعدم الاستقرار ضيفا مزعجا على مائدة الإنسانية. كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. فالمجتمع يحتاج إلى العلماء باستمرار كي يقودوا الإصلاح في جميع المجالات، سيما المحافظة على دين الله من الزيادة والنقصان وإصلاح عقيدة الناس من الشبهات. المجتمع يحتاج إلى هذه النخبة المؤثرة في مسيرته الإصلاحية لتوجيه الناس إلى مستقبل أكثر إشراقا وتذكيرهم بأهمية العمل والتضحية من أجل المبادئ والتخطيط والتنظيم والمراجعة لأجل مواكبة العصر والخروج من ظلمات الجهل والتخلف والتبعية، وإنذارهم من عواقب الكسل والبطالة والفقر والتقليد المنبوذ. فرحم الله إمام القرافي الذي قال في مقولته الشهيرة منبها بذلك نخبة المجتمع من خطورة التقليد وتعطيل العقل، حيث قال: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. إن العلماء هم المربون الحقيقيون. ها هو العالم الجليل فقيه الأمة سفيان الثوري رحمه الله كان من عادته أن لا يعلم أحدا العلم حتى يتعلم الأدب ولو 20 سنة، وكان يقول لطلاب العلم: إذا فسد العلماء فمن بقي في الدنيا يصلحهم؟ ثم ينشد قائلا: يا معشر العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فالإصلاح والعلماء بينهما التلازم المستمر، فيجب على العلماء أن يحسوا بموقعهم الحساس وأن يقرأوا الواقع بعمق لكي يكون لهم الكلمة في مجريات الأحداث، وأن يهتموا بتثقيف الذاتي والتحلي بما يطلبه الشريعة من الصفات الحميدة والتخلي من الصفات المذمومة والرذيلة، وإلا تحسبون على علماء الدنيا. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ قال الشاعر: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فالعلماء هم الملاذ الآمن عند خلو الزمان عن السلطان، كما يقول الإمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله: فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلع عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار العلماء البلاد ولاة العباد. أما الفقرة الثانية والمحور الثاني موقف العلماء اتجاه القضايا السياسية. من الواضح أن القرآن آخر رسالة إلى البشرية على وجه الأرض، لذا نرى فيها الأجوبة الشافية على الأسئلة والاستفسارات التي يهتم بها الإنسان في حياته في مراحل عمره المختلفة من قبل الولادة إلى ما بعد الموت، ومن تعيين مصيره الأبدي إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقدم القرآن وجهة نظر خاصة. جاء القرآن لينظم علاقات الإنسان المختلفة ليكون فرداً مبدعاً سالماً متميزاً بالصفات الحميدة، ويعمر الأرض ليترك بصمته الإيجابية بعد رحيله من دار الفناء إلى دار الخلد. فهذه الرسالة تعد أستاذاً للعقل الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات. لم يترك هذه الرسالة مجالاً من المجالات الحساسة إلا وتطرق إليها،
سواء بالتلميح أو المفهوم أو بالتصريح، كما يقول سيدنا الشافعي رحمه الله: فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى. ومن الواضح المهمة للقرآن، ومن المواضيع المهمة التي للقرآن فيها وجهة نظر خاصة مسألة إدارة المجتمع والسياسة، في وقت تتحكم في إدارة المجتمع الصلات القبلية والقوة وتقديس أفراد من عائلة معينة. قدم الإسلام رؤية جديدة لذلك، رؤية تكون الإنسان قطب الرحى فيها، تركز على انتشار البشر من وحل الجهالة والعنصرية والأنانية، رؤية مرتبة في مبادئ واضحة. من أهم تلك المبادئ السياسية في القرآن الكريم الشورى والمساواة والعدل والأمانة والعفة والصدق والاستقامة وغيرها من القواعد والمبادئ الكلية التي انطلقت وتنطلق منها العملية السياسية في المجتمعات الإسلامية. في ظل تلك المبادئ قاد المسلمون حوالي 14 قرنا الإنسانية، وقدموا للعالم آلافا من العلماء والفلاسفة من شتى المجالات، وتركوا بصمتهم في الثقافة والمعرفة والعلوم. ما نسمع الآن هنا وهناك من أن السياسة والدين لا علاقة بينهما كلام تافه وغريب في قواميس معرفتنا الإسلامية، فالسياسة بمعناها الإسلامي جزء لا يتجزأ عن الدين ومن الرسالة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالسياسة عندنا هي العمل لأجل إسعاد الناس، هي إدارة عادلة وموفقة، هي التنظيم والترتيب والتخطيط وفق متطلبات العصر، هي خدمة الإنسان لأخيه الإنسان دون إفراط أو تفريط، وكل ذلك من جوهر الإسلام ورسالته. ما قاله بديع الزمان رحمه الله في حينه أعوذ بالله من الشيطان والسياسة صحيح 100%، لأن ما أراده هي السياسة من وجهة غربية ميكافيلية المبنية على المصلحة المحضة المجردة عن القيم الإنسانية العليا، التي من أهم قواعدها الغاية تبرر الوسيلة. وإلا من يقرأ حياة الشيخ ترى بأن السياسة واضحة في مسيرته الحافلة بالتضحية والخدمة والعطاء. فحياة علمائنا منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا أساتذة الكرام مليئة بمواقف خالدة من المشاركة الفعالة والمؤثرة في العملية السياسية. فاختيار الصحابة خليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن قياسي، وترتيب البيت الداخلي وتطوير أسلوب الإدارة، كل ذلك يدل على أن السياسة بمعناها الإسلامي جزء لا يتجزأ من الإسلام. خطوة مباشرة الخليفة الأول الذي يعد من علماء الصحابة التي طرح فيها رؤيته الإدارية والسياسية تعد اللبنة الأساسية للعمل الإسلامي بعد وفاة الرسول، التي ورد فيها حيث قال سيدنا أبو بكر الصديق في خطبته الأولى: أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تاريخنا حافل بمساهمة العلماء بمواقفهم السياسية، إما بالمشاركة أو بالمقاطعة ومعارضة الظلم والظالمين. من منا من ينكر ما قدمه سيدنا قاضي أبو يوسف وعمر بن عبد العزيز وقاضي ابن أبي ليلى وأبو حسن الماوردي وابن حزم وابن خلدون وغيرهم، وكانوا فرسانا في ميدان العمل السياسي. من زاوية أخرى من قرأ كتاب الغزالي رحمه الله المسمى مقامات العلماء بين يدي الأمراء ترى كافيا لإثبات دور العلماء ومواقفهم الإيجابية ضد الظلم والطغيان. حينما يموت عالم بطراز إمام أبي حنيفة في السجن ثمنا لمواقفه السياسية ورفضا لرضوخ التهديدات
وقبول الهدايا ومناصب بارزة ما هو إلا درس لمن يشاركه في العمل. وهناك مئات من المسائل والحكايات والمواقف الجبارة التي لا ينساه التاريخ إلى أبد الآبدين، وكل ذلك بالنسبة لنا خارطة الطريق للعمل مع مراعاة الظروف ومتغيرات الواقع سيما العصرنا الحاضر. فيجب على العلماء أن يكونوا على وعي لما تحاك من وراء الكواليس، ويجب قبل الحكم على أي قضية سياسية قراءة المشهد بأبعادها المختلفة للوصول إلى أقرب نقطة للحقيقة، ويجب الابتعاد عن قراءة الأحداث الحاضر في إطار ما حدث في الماضي، وإسقاط إطار نظري معاصر على قضايا فكرية قديمة تختلف اختلافا جذريا عن القضايا المعاصرة. فرحم الله نجم الدين البارز القائل: المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة يحكمهم من لا يهتمون بالإسلام. والفقرة الأخيرة موقف العلماء اتجاه القضايا الاجتماعية. من المشهور في علم الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش لوحده، بل يحتاج لإثبات وجوده إلى مجتمع، فالمجتمع يحتاج إلى نظام وسلطة لإدارته، وإلا ستعم الفوضى وعدم الانضباط جميع مفاصله، وبالنتيجة يغيب السعادة والعدالة والاستقرار. والذي يميز عالم الإنسان وعالم الحيوان هو القانون والنظام المنظم الموجه الهادف. في عالم الحيوانات يسود ويحكم منطق القوة، بينما يجب أن يحكم قوة المنطق في المجتمع البشري. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فدور العلماء لا ينكره إلا غافل، إلا مغفل وجاهل بالتاريخ. فمع مرورك في رياض التاريخ ترى مشاهد ومواقف لهذه الشريحة، وتحس كذلك دورهم المؤثر وبصمتهم في الإصلاح الاجتماعي ومحاولتهم لزرع الصفات الحميدة من التعاون والأخوة والصبر وصلة الرحم والإنفاق والضيافة وغير ذلك من مقومات الحياة الاجتماعية. وترى مساعيهم لبناء مجتمع بلا مشاكل، أو على أقل التقدير مجتمع ذو مقومات أساسية لمواجهة المتغيرات. ونشير إلى بعض تلك المساعي. طبعا نظرا لضيق الوقت فقط أشير إلى موقف العالم الأندلسي، وإلا كتبت عدة مواقف. ها هو العالم الأندلسي الجليل قاضي أبو بكر ابن العربي كيف يخالف الرأي السائد في أوساط علمية في زمانه حينما يراه أكثر فائدة للمجتمع. يقولون بأنه شعر في مدة قضائه، يعني هو قاضي في مدينة إشبيلية في أندلس القديمة، بأن سور إشبيلية لا يقاوم أحداث الدهر إذا ألمت بالبلد ملمة، فعزم على ترميمه وسد بعض اللثم الواقعة فيه، واتفق وقوع ذلك في زمن انصرفت فيه الحكومة عن مثل هذا الأمر، أو أن المال اللازم لذلك لم يكن متوفرا لديها. فخرج ابن العربي عن كل ما تحت يديه من ماله الخاص ورصده لتحقيق هذا الواجب الاجتماعي، ودعا الأمة إلى البذل فيه، وأقبلت من خلال ذلك الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. فكان ابن العربي أول من خطر على باله الاستفادة من جلود الأضاحي في المصالح العامة، فحض الناس على أن يتبرعوا بجلود الأضاحي لبناء هذا السور. وكذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله هو سيد، وكذلك أعان طلابه من ماله الخاص. وأخيرا لا أريد أن أطيل أكثر وأترك المجال للأخوة الآخرين، ولكن هناك توصيات أريد أن أشير على العجل في دقيقة واحدة. بعد الحمد لصاحب الحمد، هذه التوصيات الذي يقدمه إلى لجنة المنظمة لهذه المؤتمر المبارك: أولا دراسة حياة علمائنا سيما الجانب المتعلق بدورهم السياسي والاجتماعي. ثاني إضافة مادة السياسة الشرعية إلى المواد المقررة في الحجرات والمدارس الأهلية. الثالث العمل لإنشاء قاموس علمي للمصطلحات السياسية الأصيلة الإسلامية والدخيلة.
الرابع أخيرا إضافة مادة من علم الاجتماع ومصطلحاته من منظور الإسلامي وكذلك من منظور الغربي إلى المواد المقررة للدراسة في المدارس والحجرات الأهلية. هذا ما قدمت. أعتذر إن وقعت في أي سوء أدب مع جنابكم، خاصة أستاذي الكبير أستاذ الشيخ فتح الله، أعتذر منه لأنه أستاذي وتربيت على يده. وفي الخاتمة أشكر سادة الحضور وكذلك سادة المنظمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.